المعدل ما يتبدل. عشان شاطرة ومعدلة قررت اليوم أعملكم أطيب رولات مسخن. يلا نبلش. عندي دجاج، بصل، زيت زيتون وسماك ومجموعة من البهارات. هون بالنسبة للدجاج أنا استخدمت دجاجة وسلقتها شوي على الغاز وبعدين هيك فسختها وتركتها على جنب. هون بمكلاية على الغاز راح أضيف تقريبا نص كاس من زيت الزيتون. راح أضيف عليهم حبتين من البصل الشرحات. راح أقلبهم على الغاز وبعدها راح أضيف معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والهال وشوي من الكمون. راح أرجع أقلبهم شوي. بعدها راح أضيف الدجاج. هون لما تضيف الدجاج لازم تقلبيه شوي مع بعضه لحتى ياخذ من نكهة البصل وزيت الزيتون. وآخر مرحلة راح أضيف معلقة كبيرة من السماك. هون سماك أنت بتضيفي قد ما بتحبي. بعدها راح أطفي الغاز وأتركهم على جنب. هون بالنسبة للخبز أنا استخدمت هون خبز الشراك. أنت استخدمي أي نوع خبز أنت بتحبيه. طبعا هون الدجاج قبل ما أحطه بالخبز لازم يكون معي بارد شوي. هون فردت أنا قطع الخبز وراح أخذ كمية من الدجاج وراح أبلش ألفها. هون إذا حبيتوا تحطي في هاي المرحلة لوز حطي، حبيتوا تحطي صنوبر حطي، سماك حطي، هذا اختياري. هون راح أبلش ألفهم على شكل رول بهذا الشكل لحتى أخلص الكمية كاملة. وهيك بعد ما كملت الكمية كاملة بصدر راح أحط فيها كمية من زيت الزيتون. راح أدهن الصدر وبعدها راح أخذ رولات المسخن راح أصفهم. طبعا في هاي المرحلة بتقدري انت تعملي هاي كمية منها وتحطيها بالفريزر وقت ما بدك بتطولي منها وبتحطيها بالفرن. هيك بعد ما صفيتهم راح أدهن وجههم بكمية من زيت الزيتون. بعدها راح أدخلهم على الفرن لحتى أحمصهم. وهيك ما شاء الله بعد ما طلعوا عندي من الفرن شوفوا شكلهم وريحتهم جد بتجنن. لازم تجربوها، هاي من أروع الوصفات اللي ممكن تجربوها. هون راح أرش عليهم أنا كمان كمية بسيطة من السماك. كانت معكم ابتهال الطوباسي. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالصفحة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. ورمضان كريم.